الله يحفظك. كي داير سماع الصحة كلشي مزيان؟ الحمد لله شوف، خويا. انا اولا وايدك على مناقشتك للشيعة يعني المسيحيين الكفار. ثاني شيء أؤيدك في أن الإقامة في بلاد الكفر حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وساكنه فهو مثله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. قال الصحابي رضي الله عنه: بايعت رسول الله على أن أقيم الصلاة وأوتي الزكاة وأناصح المسلمين وأفارق المشركين. لكن أختلف معك في أشياء، منها أول شيء هناك تناقض. أول شيء ربيع المدخلي، الشيخ ربيع المدخلي، كاين تسجيل صوتي له يكفر حكام العرب إلا والمسلمين إلا السعودية، وقال بالحرف، قال إن حكام البلدان العربية المسلمة كلهم يا إما رافضي أو كافر أو علماني إلا صاحب هذه البلاد. هذه أول شيء. حتى الفوزان قال بذلك. نقطة أبين لك عفوا، هذا الشريط مبتور أخي. لا، انا ازيدك من البيع. حتى الفوزان قال ان الذي لا حبيبي، واحدة لا تحط في فوزان الان اخي الكريم عزك الله. الان من ندخل في قبل ان ندخل في فوزان، هذا الشريط مبتور. طيب، وهذا الشريط تقريبا كان في التسعينات او في اول التسعينات او في اخر الثمانينات. طيب، فهذا الشريط نعم الشيخ ربيع قال بعض البلدان الإسلامية تحكم العلمانية والليبرالية، لكن ليس كلها. هذا الشريط مبتور، كما أبتروا بأنه قال هو أن الشيخ بن باز طعن السلفيين في الظهر، فهذا مبتور. بارك الله فيك. نعم. الآن حتى الفوزان قال على أن الذي لا يحكم شرع الله فهذا يعني كافر، وهذا قول ابن مسعود في تفسير الآية ديال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن مسعود هذا كفر أكبر. وقول ابن عباس ضعفه كثير من أهل العلم، منهم ابن حنبل، يحيى بن معين، يعني جهابذة أهل العلم، لأن فيه رجل ضعيف نسيت اسمه في السند. ثالثا، فيه روايتين أخي الكريم، فيه روايتين لهذا السند. طيب، نعم، رواية ضعيفة ولكن الرواية الأخرى ليست ضعيفة. ثانيا أخي، أنت بارك الله فيك دخلت في موضوع ثاني. أنا أريد أن أتكلم عن من هم المداخلة، لأن الآن عندما نتكلم عن فرقة، طيب، وأما قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فالشيخ صالح الفوزان ذكر في كتابه شرح أصول الثلاثة بأن الحاكم يصبح كافر إذا استحل ذلك. أما إذا قال بأنه يتبع هواه وحكم الله أحسن، فهذا ليس بكافر. الشيخ عثيمين ذكر نفس الشيء، والشيخ صالح الفوزان قال هذه شوفها أنت، اذهب إلى شرح الشيخ فوزان لثلاث الأصول، كذلك الشيخ عثيمين نفس الكلام، والشيخ بن باز ذكر نفس الكلام. طيب، ثالثا أخي، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أقوال عدة عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا أصح الأقوال أنه إذا استحل، أو كما قال. طيب، وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. بارك الله فيك. هذا شيء. لأن كذلك قال، لأن أخي الكريم الآية لم تخصص، الآية تقول ومن، وأنت أخي الكريم لابد تعرف بأن من هي من صيغ العموم للعاقل. طيب، ومن لم يحكم بما، ما من صيغ العموم لغير العاقل، أي أحد لا يحكم بما بأي شيء أنزله الله فهو كافر. فهذه لو قالها إنسان نكفر كل أكثر المسلمين. المسلم الذي لا يعفو لحيته هذا لا يحكم بما أنزل الله. المسلم الذي عنده السروال أو القميص تحت الكعبين هذا يخالف شرع الله. المسلم الذي يزني هذا يخالف شرع الله، لا يحكم بشرع الله. فلأجل ذلك العلماء رحمهم الله قالوا هذا الكلام، بأنه إذا استحل. وبعض العلماء قال، الشيخ فوزان قال في ثلاث الأصول، قال إذا جاء الحاكم وغير كل الشريعة الإسلامية في بلد وأتى بشريعة أخرى، هذا دليل بأنه يعتقد بأن شرع الله، بأن الشريعة الذي أتى